اوكي، انا لسه طالع من السينما ولازم اتكلم عن الفيلم اللي شفته، فيلم لونج ليدز. هنتكلم بدون حرق كده كده. في الغالب انت سمعت عن الفيلم ده في مكان ما. اكتر فيلم مرعب شفته في اخر 10 سنين، اكتر فيلم مريب في اخر فتره. نيكولاس كيدج مش طبيعي. انا عملت حمام على نفسي في الفيلم. انا رحت للدكتور نفساني فرود الفرج بعد الفيلم. مراجعات فيها رموز غريبه على ليتر بوكس. التعتيم الرهيب على شكل نيكولاس كيدج في الفيلم، وكل التطبيل ده. وعشان اكون صريح معاك، جزء من الكلام ده صح. بعيدا عن اني ما عملتش حمام على نفسي يعني، ولكن الموضوع هيختلف في تعريفك لكلمة مرعب. هل الفيلم مرعب؟ اكيد. ولكن هل انت داخل متوقع حاجة زي ذا كونجرينج مثلا؟ لا، هو مش كده. هو نوع من انواع الرعب اللي ما كانتش موجودة قبل 10 او 15 سنة. اللي هو انت قاعد طول الفيلم خايف، منتظر شيء سيء هيحصل، مش منتظر خضة. هو الفيلم فيه جامب سكيرز، بس يعني حسب ما انا فاكر هما اتنين بالعدد، يعني منهم واحدة كانت هتخليني اعمل حمام على نفسي فعلا. فاول نصيحة، هدخل الحمام قبل ما تدخل صالة السينما. الفيلم هيديك شوية فايبز من سيفن وذا سايلنس اوف ذا لامبس، بس مش زيهم يعني. مش عايزين نلعب في المعترضات، بس هو هيفكرك بيهم. انت لو داخل ما تعرفش ان الفيلم فيه نيكولاس كيدج، فصدقني انت مش هتعرف ان اللي في الفيلم ده اصلا نيكولاس كيدج. الراجل ده حقيقي مجتهد يعني، مش افضل ممثل في التاريخ ولكنه مميز بكل تأكيد. ولسه شايف له فيلم تاني الشهر ده، بس هنتكلم عنه في مراجعة الشهر كمان اسبوعين. بس افضل لحظه في الفيلم هي والله العظيم لما خلصته وطلعت شفت الشارع والشمس والناس ماشيه مبسوطه. يعني حمدت ربنا اني مش مكان البطله ليه هاركر. يعني هو فيلم تروماتايزنج شويه، بس مش لدرجه كبيره يعني. بس تعالى نتكلم عن حملة الماركتنج للفيلم ده، لأن قد ما هي جامدة قد ما هي هتتاخد ضد الفيلم. زي ما قلت لك، اتقال أفضل فيلم قاتل متسلسل من أيام ذا سايلنس اوف ذا رامس، وأفضل فيلم رعب آخر 10 سنين، وبلا بلا بلا. والكلام ده هو اللي خلى الفيلم دلوقتي ترندي بشكل حقيقي، وخلى الفيلم نجح في شباك التذاكر. ولكن لو جينا نتكلم بشكل واقعي، فالكلام ده أوفر حبة. يعني حبة بس. تلات أرباع الفيلم عبارة عن تحقيق بوليسي. عشان كده بقولك بيفكرك بسيفن، لأن سيفن مش فيلم رعب. سيفن فيلم درامي بوليسي دموي بس مش رعب. بس آخر تلت في لونج ليدز هو الرعب كله في القصة بتاعته، اللي هو الريفيل بتاع الفيلم. حقيقي كان جزء مش مريح للمشاهدة. في لحظات دقات القلب هتعلى فيها، وفي لحظات معينة كنت عايز أحط إيدي على عيني. بس أنا بكره الحركة دي، فغصبت نفسي على المشاهدة يعني. الفيلم مش طويل أصلا، ساعة ونص تقريبا لو شلنا وقت تتر النهاية، فمش هتحس بملل حتى لو كان رتمه مش أسرع حاجة. أنا ما قلتلكش القصة صحيح. هي القصة بتدور في التسعينات، إن في قاتل بيقتل عائلات كاملة في بيوتها، ولكن الأدلة الجنائية بتقول إنه ما دخلش البيت أصلا. فيا ترى إيه اللي بيموتهم؟ دي القضية ودي اللي بنحاول نحلها. نرجع تاني لآخر تلت في الفيلم. الجزء ده بيجاوب على أغلب الأسئلة اللي في دماغك. في حاجات هتفضل تفكر فيها شوية ولكن مش كتيرة. نهايته مش اللي هو تروح تقعد تتفرج على فيديوهات بتشرحها وبتاع. لا يعني هتكون طالع ومخك مرضي، مش حاسس إنك تايه. أوز بيركنز المخرج أنا معرفوش شخصيا، ولكنه عمل شغل كويس في الفيلم ده. عنده رؤية وستايل مختلف كده من الوايت شوتس والسينماتوجرافي. بيعرف امتى وازاي يحرك الكاميرا عشان يحسسك بالتوتر والقلق. واغلب مشاهد الفيلم بتكون سيمترية، وهتلاحظ ده حتى في التريلر. بتخليك دايما تبص في زوايا الشوت، يمكن تلاقي حاجة المخرج حاططها هنا ولا هنا. وانت بتتفرج في اغلب الوقت هتلاقي نفسك بتبص ورا الشخصيه كتير، لان المخرج بيكون سايب مساحه كبيره في الشوت تحسسك بالقلق. اللي هو تقول انا عارف العفريت هيدخل من الشباك اللي ورا ده، بس بتلاقي ان مفيش حاجه دخلت ولا طلعت يعني. شكل شخصيه نيكولاس كيدج وطريقه كلامه فعلا تحسسك بالترذذ كده. وانا متوقع ان في ناس هتقول عليه ايه العبط ده. يعني انا دخلت السينما في عرض واحده الصبح، وكنا 7 بس في قاعه السينما. انا متعود وبحب اني اروح السينما لوحدي، وكان في 3 شباب على وجه الخصوص كانوا من النوعيه دي، اللي هو كل ما نيكولاس كيدج يأدي يقوموا ضاحكين بصوت عالي. ما تبقوش من النوعيه دي رجاله عشان خاطري يعني. المهم، مايكا مونرو أداءها كان متزن، كان ممكن يكون أفضل ولكنه مضايقنيش خالص. ففي النهاية، هل ده أكتر فيلم مرعب في آخر 10 سنين؟ لأ. ولكن هل هو أفضل فيلم قاتل متسلسل من ساعة سايلنس اوف ذا لامبس؟ بصراحة برضه لأ يعني. بس هل هو فيلم رعب مميز ويستحق المشاهدة؟ بكل تأكيد الفيلم ما فيهوش أي مشاهد جنسية، وكده كده السينمات العربية بتقص المشاهد دي يعني. ولكن الفيلم معروض كامل عادي. بس هو فيه مشاهد دموية أكيد، وما تدخلش على أساس إن ده الفيلم اللي هيخليك تولع النور قبل ما تنام عشان ما تبقاش خايف يعني. لأ، مش نوعية الفيلم ده. وتقييمي له 4 من 5. لو شفت الفيلم قول لي رأيك في الكومنتس، حقيقي مهتم أعرفه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك لأن ده حقيقي بيساعد. لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي. ولو حاسس إنك تحب تسمعني بتكلم تاني على الأفلام أو المسلسلات اعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام عليكم.